مباراة الزمالك والاتحاد السكندري شهدت كارت أحمر لمحمد شحاتة لاعب نادي الزمالك، ولكن هناك تفاصيل طبقا لقانون اللعبة. وماذا يقول قانون اللعبة؟ قانون اللعبة زي ما قلت لك لا فيه وجهات نظر ولا آراء شخصية. محمد شحاتة هنا لاعب نادي الزمالك، وصل للكورة، لعب الكورة وكان بيتنافس على الكورة، ولم يذهب مباشرة لقدم لاعب نادي الاتحاد. لاعب نادي الاتحاد هناك قاعدة ثابتة في احتساب المخالفات، إن اللاعب اللي بيوصل متأخر ويحصل اصطدام وهو اللي وصل متأخر هنا لا يكافئ. ده قاعدة بتدرس للحكام. وبالتالي لما هتشوف هنا اللي حصل هتلاقي لاعب نادي الاتحاد، لاعب نادي الزمالك اسف، هو اللي لعب الكوره وحصل الاصطدام، والكوره حتى بعديها خبطت في جسمه وارتدت. وهنا قدم محمد شحاته راحت، ما راحتش بالكامل بقوه مفرطه، لا ده هو ابتدى يلم رجله وبعدين الستارز مسح كده ومشي على القدم، يعني ما فيش دهس كامل على القدم، ده هو رجله كمان كانت يعني بيلمها. فطبعا لمه الرجل دي على فكره بتتحط في الاعتبار في القرار طبقا لقانون اللعبه. ولكن هنا حكم الفار كان لازم يتابع التفاصيل دي، لانه لما استدعى الحكم احنا كمان شفنا ان الحكم واقف زي ما انت شايف كده في مشهد المراجعه، فهو عنده التفاصيل وكان قراره من البدايه انذار. ولكن في النهايه هو قرار مين؟ مش قرار الفار، هو قرار حكم الملعب بعد المراجعه. فطبعا التفاصيل دي كان لازم وفي حاجه تانية مهمه وانت بتراجع كحكم ملعب، اول حاجه بتطلبها من الحكم في حالات الكارت الاحمر، انت بتقول له اعرض لي الحاله بالسرعه العاديه اللي هي النورمال سبيد. بقول له النورمال سبيد هات لي السرعه الطبيعيه عشان احدد القوه المستخدمه في المخالفه، وبناء عليه باخد القرار. لكن اللي احنا شفناه ده حتى لمه الرجل والستارز لما مشي على القدم، هنا احنا دايما انت تسمعها تقول لك مسح برجليه على الستارز كده، وده اللي حصل. لكن طبعا هنا كارت احمر غير مستحق طبقا لقانون اللعبه.